أنت تلاحظ أن النواب في تونس عندهم لباس محلي. أنت تلاحظ أن النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف. أنت تلاحظ أن النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف. وتأثرت هويتنا كثيرا كثيرا لأن هناك مشكلة ثقافية أنجبت الشعور بالدونية، أنجبت مركب نقص لدى الجزائريين. طبيعي جدا انك تلبس اللبسه تاع الغالب لانه ماشي انت تصنعها، صافي الرمزيه القيمه ماشي انت تصنعها، المعنى ماشي انت تصنعه، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انه الجزائري ماهوش يعبر على الهويه الام على اساس شنو؟ انه ما عندوش انجازات يفتخر بها، والا اذا جا شيء خارجي، كي يجي شيء خارجي ياثر فيه هذاك الوقت راح يقول انا جزائري، هذا الثمن يولي الجزائري يحوس على هويه فرعيه يتفاوض بها. الشباب يعني عندهم ميول كبير للباس المغربي، حوالي يعني 75% ولا 80% من الشباب يحب اللباس هذا يعني بصفة عامة، يعني الجبادور والجلابة المغربية يعني. والإقبال على اللباس المغربي راه هو الأول. خادمينه في المغرب بالصقل حر والقماش تاعو يعني جد رفيع. كيما هذا في صالة قفطان، هذا معروف في القفطان المغربي، هذا أدق التفاصيل كذلك باليد. عندك هنايا الجلابة، هذه الجلابة في المغربي، عندنا تانيك هذه القندورة قفطان المغربية، حتى الرزة المروكية عندنا هنايا.